في البحر أخطر سلاح مش هو اللي تشوفه، أخطر سلاح هو اللي يفضل مختفي يراقبك ويتحرك من غير ما تعرف مكانه. وعشان كده أي أخبار عن غواصات جديدة للبحرية المصرية مش خبر عادي. التقارير الأخيرة بتتكلم عن احتمال حصول مصر على 4 غواصات كورية جنوبية من طراز تايب 214 مع تجميع وصيانة داخل مصر. ولو الكلام ده اتأكد فاحنا مش قدام زيادة في عدد الغواصات، احنا قدام قوة أكبر تحت سطح البحر وقدرة أطول على حماية المتوسط والبحر الأحمر، وخطوة ممكن تفتح الباب قدام توطين صناعة شديدة التعقيد. لكن هل الصفقة حقيقية فعلاً؟ وليه مصر تختار كوريا الجنوبية؟ وإيه اللي هتضيفه تايب 214 عن الغواصات الموجودة حالياً؟ ده اللي هنفهمه في التقرير ده. ركز معايا في الفيديو ده وصدقني هتنبهر. بس الأول ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان الحلقات الجاية هتكون أقوى. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر؟ تنتصر مين؟ اقسم بالله ما تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري، هي ساعتين فراعنه هذول. قسما بالله اللي هيقرب لها لا اشيله من فوق وش الارض. أرضي وأنا حر، ولا تلومن إلا أنفسكم، عيب تتعاملوا مع ناس كبار. هل الصفقة توقعت فعلاً؟ لحد وقت إعداد الفيديو مفيش إعلان رسمي مصري أو كوري بيأكد توقيع عقد لشراء غواصات تايب 214. الموجود حالياً تقارير عن اهتمام أو مباحثات محتملة، وده مختلف عن وجود صفقة نهائية. وظهور اسم مصر مش مستبعد. التعاون العسكري بين القاهرة وسيول اتطور، وأبرز مثال عليه صفقة مدافع الهاوتزر الكي 9 واللي تضمنت تصنيع محلي داخل مصر. كوريا الجنوبية بتحاول توسع صادراتها العسكرية، وممكن تقدم للقاهرة عرض يشمل سعر مناسب وتدريب وصيانة محلية وتجميع أجزاء من الغواصات داخل مصر. لكن صفقات الغواصات معقدة، والقرار مش بيعتمد على السعر بس، لكنه بيشمل التسليح وتكلفة التشغيل وحقوق الصيانة ونسبة التكنولوجيا المنقولة. ليه مصر عاوزة غواصات جديدة؟ مصر استلمت ما بين 2016 و2021 4 غواصات ألمانية حديثة من طراز تايب 209. الغواصات دي عملت نقلة كبيرة للبحرية المصرية في مهام الاستطلاع ومهاجمة السفن والغواصات وحماية السواحل والمصالح الاقتصادية. لكن وجود 4 غواصات مش معناه إن ال4 بيبقوا في الخدمة في نفس اللحظة. واحدة ممكن تكون في مهمة، والتانية في تدريب، والتالتة في صيانة، والرابعة بتستعد للتحرك. ومصر عندها مسرحين بحريين واسعين، في الشمال البحر المتوسط وحقول الغاز والمواني والمنشآت الاقتصادية، وفي الشرق والجنوب خليج السويس والبحر الأحمر والطريق الممتد لحد باب المندب، بالإضافة للمدخل الجنوبي لقناة السويس. الأحداث الأخيرة أثبتت إن طرق الملاحة ممكن تتعرض لتهديدات مفاجئة، وتأثر حركة السفن انعكس على إيرادات قناة السويس. الغواصة مش هتوقف طائرة مسيرة أو تعترض صاروخ، لكن دورها مراقبة التحركات البحرية وتتبع السفن والغواصات وجمع المعلومات ومنع أي قوة معادية من التحرك بحرية قرب الممرات الحيوية. وجود غواصات إضافية بيسمح لمصر بتوزيع قواتها بين البحر المتوسط والبحر الأحمر من غير ما تسيب اتجاه على حساب التاني. إيه المميز في تايب 214؟ تايب 214 هي غواصة ديزل كهربائية صممتها ألمانيا، وكوريا الجنوبية بنت نسخة منها ضمن برنامج KSS-2. أهم ميزة فيها هي نظام الدفع المستقل عن الهواء المعروف باسم AIB. الغواصات التقليدية بتحتاج تشحن بطارياتها باستخدام محركات الديزل، وده بيجبرها من وقت للتاني تطلع قريب من سطح المية، وبالتالي يزيد خطر اكتشافها. أما نظام AIB فبيسمح للغواصة تفضل مغمورة لفترة أطول من غير الحاجة المتكررة للصعود. هي مش غواصة نووية، لكنها أهدى وأصعب في الرصد من الغواصات الديزل التقليدية، والغواصة مش لازم تضرب علشان تحقق تأثير. مجرد الشك في وجودها بيجبر الخصم على نشر سفن وطائرات ومروحيات لمكافحة الغواصات. الغواصة كمان تقدر تنفذ مهام استطلاع وتهاجم قطع بحرية وتنقل عناصر من القوات الخاصة. لكن مواصفات النسخة المصرية لو الصفقة تمت هتعتمد على الاتفاق النهائي، لأن نفس التصميم ممكن يختلف تسليحه وأنظمته من دولة للتانية. ليه كوريا الجنوبية؟ السؤال هنا ليه مصر بتتعامل مع كوريا الجنوبية طالما التصميم الأصلي ألماني؟ كوريا الجنوبية بدأت صناعة الغواصات بالاعتماد على تصميمات ألمانية، لكنها مع الوقت بنت خبرة محلية كبيرة. النهاردة كوريا الجنوبية بتنتج غواصات أكبر وأكثر تطور،
وبتطور أنظمة إدارة القتال والمعدات الإلكترونية الخاصة بيها، وده نموذج مناسب للتوجه المصري. مصر خلال السنوات الأخيرة بقت بتركز على إن أي صفقة كبيرة يكون معاها جزء من التصنيع أو الصيانة المحلية، وده ظهر في مدافع K9 وبناء قطع بحرية داخل الترسانات المصرية وإنتاج ذخائر ومدرعات وأنظمة مختلفة محلياً. كوريا ممكن تقدم شروط أفضل في التجميع والتدريب لأنها محتاجة تحقق نجاح تصديري كبير في سوق الغواصات، لكن تصميم تايب 214 ألماني وبعض الأنظمة ممكن تكون أمريكية أو أوروبية، وبالتالي كوريا مش بالضرورة تقدر تنقل كل التكنولوجيا لمصر من غير موافقات إضافية. هل مصر هتصنع غواصة كاملة؟ مصطلح نقل التكنولوجيا واسع ومش دايماً معناه تصنيع السلاح بالكامل. ممكن الاتفاق يقتصر على الصيانة، وممكن يشمل تجميع أجزاء جاية جاهزة من كوريا، وممكن مصر تصنع بعض الأجزاء غير الحساسة محلياً. أما تصميم غواصة كاملة من الصفر فدي مرحلة أصعب بكتير. الغواصة لازم تتحمل ضغط مية هائل، وأي خطأ في التصميم أو اللحام ممكن يعرض الطاقم كله للخطر. غير كده في المحركات والبطاريات والسونار والاتصالات وأنظمة القيادة والتسليح. عشان كده السيناريو الواقعي إن مصر تبدأ بالتجميع والصيانة وبعدها تزيد نسبة المكون المحلي تدريجياً، وده في حد ذاته مكسب كبير. امتلاك القدرة على إجراء الصيانة والعمرات داخل مصر معناه إن الغواصات مش هتفضل مرتبطة بالكامل بالدولة المنتجة. كمان المشروع هيخلق خبرة عند المهندسين والفنيين المصريين، والخبرة دي ممكن تتطور بعد سنين لتصنيع أجزاء أكتر تعقيد. الصفقة هتغير إيه في البحرية المصرية؟ لو مصر حصلت على 4 غواصات جديدة ممكن تمتلك 8 غواصات حديثة من طراز تايب 209 وتايب 214. العدد ده يسمح بتواجد أكتر استمرارية في البحر المتوسط والبحر الأحمر. في البحر المتوسط الغواصات تقدر تحمي حقول الغاز والمنشآت البحرية وتراقب التحركات قرب السواحل المصرية، وفي البحر الأحمر تقدر تتابع الممرات المؤدية لقناة السويس وطرق التجارة. الأهم إن تايب 214 هتضيف قدرة كبيرة على البقاء تحت المية بفضل نظام AIB. كمان البحرية المصرية عندها خبرة بالفعل في تشغيل تايب 209، وبالتالي الانتقال لتايب 214 ممكن يكون أسهل نسبياً من إدخال تصميم مختلف تماماً. لكن الغواصة الجديدة هتحتاج تدريب وبنية صيانة وقطع غيار خاصة بيها. عشان كده نسبة التصنيع المحلي وتوحيد الأنظمة هيكونوا عوامل أساسية في القرار المصري. هل كوريا هي الاختيار الأفضل؟ مصر مش مجبرة تختار كوريا الجنوبية، ممكن تستمر مع ألمانيا أو تدرس عروض من دول تانية. الاستمرار مع ألمانيا يسهل توحيد التدريب والصيانة باعتبار إن مصر بتشغل بالفعل تايب 209، لكن العرض الألماني ممكن يكون أغلى أو أكتر تشدد في نقل التكنولوجيا. كوريا الجنوبية ممكن تتميز بالسعر والتجميع المحلي وسرعة التنفيذ، والقرار النهائي هيقف على التسليح وتكلفة التشغيل ونسبة التصنيع المحلي وحق مصر في تطوير الغواصات في المستقبل. العرض الأفضل مش شرط يكون أقوى غواصة على الورق، لكن العرض اللي يدي مصر قدرة عسكرية قوية ويقلل اعتمادها على المورد الخارجي. السيناريوهات المتوقعة قدامنا 3 سيناريوهات. الأول إن التقارير تكون مجرد تكهنات ومفيش مفاوضات وصلت لمرحلة جديدة. تاني إن مصر بتدرس العرض الكوري ضمن مجموعة عروض من دول مختلفة، وده السيناريو الأقرب للمنطق لأن صفقات الغواصات بتستغرق سنوات من المفاوضات. أما السيناريو الثالث فهو توقيع اتفاق على 4 غواصات مع تجميع وصيانة محلية، وده لو حصل المشروع هيبقى من أهم مشروعات التعاون العسكري بين مصر وكوريا الجنوبية. لكن لحد صدور إعلان رسمي لازم نتعامل مع عدد الغواصات وشروط التصنيع والتسليح باعتبارها معلومات غير مؤكدة. في النهاية أهمية الخبر مش في إن مصر ممكن تشتري 4 غواصات جديدة بس، الأهمية الحقيقية في الهدف من الصفقة. هل مصر عاوزة تزود عدد غواصاتها علشان توزعها بين البحر الأحمر والمتوسط، ولا عاوزة تستخدم الصفقة كبداية لتأسيس قدرة محلية على صيانة وتجميع الغواصات؟ مصر بالفعل بتشغل 4 غواصات تايب 209، وبالتالي الاهتمام بمنصة أكتر تطور لو اتأكد ممكن يكون استعداد لمرحلة جديدة في تطوير البحرية المصرية. شراء الغواصات بيزود قوة الأسطول، لكن امتلاك المعرفة الفنية والصيانة المحلية ممكن يحافظ على القوة دي لعقود. وهنا يفضل السؤال، هل الأفضل لمصر تستمر مع ألمانيا علشان تحافظ على توحيد أسطولها، ولا تتجه لكوريا الجنوبية مقابل عرض أكبر في نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي؟ اكتبوا رأيكم في التعليقات، عشان لو حد سألك ليه مصر مهتمة بالغواصات الكورية قول له إن الموضوع مش مجرد صفقة سلاح جديدة، الموضوع ممكن يكون بداية صناعة مصرية تحت سطح البحر. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنة هذول قسما بالله إنه حيقرب لها
وش الارض. ارضي وانا حر ولا تلومن الا انفسكم. عيب انتوا بتتعاملوا مع ناس كبار.